يا جماعة قلنا مليون مرة بلاش تشتروا فيك فولورز، بلاش تشتروا فيك فولورز. أكرر، بلاش تشتروا فيك فولورز. تعال اقول لك ليه. سيادتك يا فندم لما بتشتري فيك فولورز انت فعلا بتزود العدد الفولورز على الاكونتات بتاعتك، بس في نفس الوقت بتقلل حاجه اسمها الانجيجمنت ريت او معدل التفاعل. المعدل ده لما بيقل طبيعي جدا ان الوصول الطبيعي للاكونتات بتاعتك هتقل، وخوارزميات المنصات نفسها هتترجم ان الاكونت بتاعك غير مرغوب فيه، فبالتالي مش هيدفعوا للناس اكتر، فبالتالي لما تيجي تعمل اعلانات سعر الاعلان بتاعك هيبقى غالي. وبعدين انا عايزك دايما تقيس اي حاجة على نفسك. انت دلوقتي لو قدامك خيارين هتختار منهم: اكونت فيه مليون فولور ولكن التفاعل اللي بتلاقيه على البوستات بتاعته بتبقى 10 لايك 11 لايك 12 لايك، واكونت تاني فيه 100,000 بس 100,000 فولور بس التفاعل على البوستات بتاعته هتلاقيها 1000 700 800، وفي فيديوهات عنده جايبه مشاهدات عاليه. انت نفسك هتثق في اللي عنده مليون ولا هتثق في اللي عنده 100,000 فولور؟ اقول لك امتى الفيك فولورز ممكن يبقوا نافعين ليك: لما انت يكون عندك اكونت فيه مليون 2 مليون 3 مليون ويكون الاورجانيك ريتش بتاعه عالي، فبالتالي لما تزود عدد الفولورز ده هيديك سوشيال بروف اكتر، بغض النظر هل دي حاجه اخلاقيه او غير اخلاقيه. وفي النهايه ديك شايف طول ما انت مش متابع سوشيال تيم عمرك ما هتكون في السليم.